صباح الخير، يا رب تكونوا جميعا بخير وانتوا بتشوفوني النهاردة. هعمل معاكم النهاردة عيش يجنن. احفظوا الفيديو عشان تجربوه وعشان تعملوه في رمضان وتخزنوه عندكم في الفريزر يبقى موجود معاكم. كل الكمية اللي قدامكم دي انا عملتها بكيلو دقيق، عملت كمية كويسة جدا اقدر احفظها. مش هيبقى العيش المصري التقليدي بتاعنا، لان عجينة العيش المصري بتاعتنا بتبقى عجينة خفيفة وصعبة شوية في التشكيل، ومحتاجة اللي هي المطرحة اللي هي بتبقى الأداة المدورة دي اللي بنحط عليها العيش وبنقعد نعمله كده، ومحتاجة طبعا فرن بلدي عشان يبقى طالع بنفس الشكل وطعم الفرن العيش البلدي بتاعنا. ولكن انا اعمله بطريقة بسيطة طعمه حلو ومغذي كمان. في البداية انا عندي نص كوباية من اللبن الرايب، ودي مش ضرورية او مش اساسية في الوصفة، انا بس كان عندي في التلاجة وبخاف ان هو ايه يعني ارميه او الصلاحية بتاعته تخلص قبل ما استخدمه. فحطيت منه نص كوباية وحطيت عليهم كوباية ونص من المية. تقدروا تستبدلوه باللبن او تقدروا تستبدلوه بزبادي او تقدروا تعجنوا بمية بس. وبعد كده عندي معلقة كبيرة من السكر وزيها معلقة كبيرة من الخميرة. ويفضل طبعا لو عندكم خميرة البيرة او الخميرة الطازة يعني تعملوا بيها، بتفرق جدا في طعم العيش. هقلب بقى كل الكلام ده مع بعض. انا كنت مدفية اللبن الرايب ومدفية كمان المية. هقلب كل الكلام ده مع بعض. مقدار المية اللي قدامي دلوقتي كوبايتين من المية. هقلبهم كويس وهغطيهم وهسيبهم لحد ما يخمروا كويس، او على موزن الدقيق هيكونوا خمروا عندي. الدقيق اللي هستخدمه في الوصفة دي نص، مش نص، يعني جزء دقيق كامل الحبة بالردة بتاعته، وجزء دقيق أبيض عادي. أنا استخدمت مقدار 300 جرام من الدقيق اللي هو الأسود، وقدام 700 جرام من الدقيق الأبيض. هسيب لكم كل المكونات أو المقادير بكوباية في صندوق الوصف. اهم حاجة بقى في اختيار الدقيق الابيض ان انتوا تستخدموا نسبة بروتين عالية، يعني 13 في المية، لان ده هيخلي العيش معاكوا طري، خصوصا ان احنا مستخدمين الدقيق كامل الحبة، ما بيبقاش فيه او الجلوتين فيه بيشتغل بصعوبة شوية ولازم نعجن فيه كتير. فعلشان نظبط الدنيا كده والنسب تبقى مظبوطة، حاولوا تختاروا دقيق ابيض عالي البروتين. هقلب بقى كل الكلام ده مع بعض. وبعد كده عندي معلقة كبيرة من الملح. مهم جدا ان انتوا تحطوا ملح كويس علشان الرغيف بتاعكم يبقى طالع طعمه مظبوط، يبقى ليه طعم، يعني ما يبقاش دلع او يبقى طعمه مش مظبوط معاكم كده. فالمعلقة كبيرة على الكيلو الدقيق حلوة جدا. هحط بقى الخميرة اللي عندي اللي خلاص اختمرت، هحطها كلها مرة واحدة على كمية الدقيق اللي انا قلبته على بعضه. وبعد كده باخد معلقتين 3 من المية كده وهحطها في نفس الكوباية اللي كنت مخمرة فيها الخميرة، بس انزل كل الخميرة الموجودة. وهضيف باقي كمية المية، كانت تقريبا كوبايتين كمان. بس هقول لكم بالظبط انا اخدت تقريبا من الكوبايتين دول كوباية واحدة بس. الحركة اللي انا عملتها دي انتوا ما تعملوهاش، يعني ان انا حطيت الملح على كل كمية المية ما تعملوهاش. انا المفروض بتعايروا كوباية واحدة من المية بقى وتحطوا فيها معلقة الملح وتقلبوها كويس وتبدأوا تاخدوا منها. ولو احتجتوا مية تاني تقدروا تحطوا مية عادية. تمام. يبقى انا حطيت كده معلقة الملح على كوبايتين المية اللي عندي، واستخدمت من كوبايتين المية دول كوباية واحدة بس. قلبتهم كويس كده وبعجن بايديا، باخد كل الدقيق اللي على الاحراف، ولو في دقيق تحت بديله برضو نقطتين 3 من المية كده، وببدأ ان انا اعجن بايديا كويس جدا. العجينة لمت كل الدقيق وخلاص. هيبقى جنبي بقى المية، هشيلها احطها على السطح اللي انا بشتغل عليه، وهاخد كده بايديا احطها في المية وهبدأ ان انا اعجن فيها كده زي ما انتم شايفين بالظبط. ادام معانا دقيق قمح كامل او كامل الحبة، لازم تعجنوا فيه كويس جدا علشان الجلوتين فيه ما بيشتغلش بالسهولة بنفس السهولة بتاعة الجلوتين الموجود في الدقيق الابيض.
فلازم تفضلوا تعجنوا فيه كويس كده وترفعوه وتدقوه على الارض وزي ما انتم شايفين بالظبط. وايدي من وقت للتاني بحطها في المية وببدأ اعمل بيها العجينة كده. العجينة بتبقى ماسكة نفسها ولكن طرية، انا مش عايزاها تبقى عجينة قاسية. هي لسه بتلزق تلزيق بسيط قوي بس طرية زي ما انتم شايفين كده، طرية والجلوتين فيها اتفعل. اول ما بتدوسوا عليها بتحس ان العجينة بترد على طول لفوق كده، مش بيفضل علامة صابعنا موجودة فيها. خلاص في الوقت ده خلاص حطيت رشة بسيطة بس من الزيت عشان العيش ما يلزقش معايا، ومن فوق برضو حطيت رشة بسيطة من الزيت. هغطيها بقى بأي بلاستيك عندي، البلاستيك راب بتاعي كان خلطان، ففتحت كيس تلاجة كده وحطيته عليها من على الوش، وكمان غطيته بالفوطة بتاعتي وسبته بقى في الفرن طبعا مقفول لحد ما خمر اختمار كامل. يعني بسيبه تقريبا ساعة في الجو البرد ده. عندي بقى مكان كبير او سطح كبير كده بقطع عليه دايما لما بعمل العيش او بعجن فيه، بيبقى زي الصواني كده. لو عندكم صواني برضو تقدروا تعملوا الحركة دي. وعندي كمية من الردة او السميد الناعم، او حتى لو عايزين دي الابيض. بس حطيت كده رشيت رشة بسيطة على الجزء ده، وهرش رشة بسيطة برضو على العجينة بعد ما تختمر. ما شاء الله مختمرة مظبوط وشكلها حلو جدا. هرش برضو عليها رشة بسيطة من الردة زي ما انتم شايفين كده. وهبدأ ان انا اقطع كور صغيرة. انا عايزة رغيف صغير بس ده طبعا مش اجباري. انا بيبقى البنات عندي يعني سندوتشاتهم زي اي اطفال بتبقى صغيرة كده، لما بيسيبوا جزء تاني مش بياكلوه وفي الاخر بيترمي. فبعمل الرغيف تقريبا على 50 جرام، مش اكتر من كده ومش اقل من كده. 50 جرام بيبقى نفس الحجم اللي انتوا شايفينه في اول فيديو كده، بيبقى عامل زي البانكيك كبير شوية، بس بالنسبة لنا ده الحجم ده احنا بنحبه جدا. بس تقدروا انتوا بقى تعملوا ضعف الكمية دي عشان تاخدوا رغيف اكبر من كده، يعني الرغيف البلدي العادي خالص. بقطع كل الكمية بقفلها كويس وبعملها في ايدي كده بحيث ان هي العجينة تتقفل كويس جدا، وبرصها ادتني كل الكمية اللي قدامكم دي. هرجع بقى اغطيها من تاني واسيبها ترتاح شوية. ادام لمسنا العجين يبقى لازم نسيبه يرتاح، خصوصا لو هنفرده علشان ما يبقاش صعب معانا في الفرد. من الحاجات اللي بحب اعملها لما بحب اخبز عيش ان انا بحطه على فوط، يعني بفرد العجينة او بفرد الرغيف وبحطه على الفوطة بحيث ان انا لما اجي اشيله من على الفوطة دي يبقى سهل ان انا اشيله كده. بروح قلب الفوطة لقدام ويطلع في ايدي على طول من غير ما افضي اي هوا فيه. برش رشة بسيطة جدا على فوط طبعا نظيفة ما فيهاش اي روايح. فوط المطبخ طبعا ما بنغسلهاش بصابون، بيبقى فيه روايح، فهي فوط نظيفة اللي انتوا بتستخدموها المطبخ عادي جدا. وباخد اول كورة انا قطعتها وبعد كده برش رشة بسيطة من الردة، ما بقفورش خالص. واول ما احس ان العجينة خلاص مش هتلزق معايا بركن كده الردة بايديا على جنب وببدأ ان انا افرد العجين بتاعي. سمك العجين اللي بفرده بيبقى مش رفيع قوي ولكن مش بيبقى تخين، يعني هو اقل من الوسط بشوية عشان هو لسه هيرتاح ويقدر ان هو يعني يختمر معاكي كويس على النار او يتفتح معاكي على النار. لان لما بيبقى تخين قوي مش بيرفع، يعني مش بينفخ على النار، ولما بيبقى رفيع قوي برضو نفس النظام مش بينفخ على النار. فانتوا بتعملوه لحد ما تاخدوا سمك وسط شوية. وبعد كده بحطه على الفوطة اللي انا حطيتها عندي او جهزت عليها رشة بسيطة من الردة، وببدأ ان انا اغطيها وبكمل على نفس النظام ده كل الكمية اللي عندي من العجين. في الوقت ده برضو انا كنت حاطه الطاسه بتاعتي اللي انا هخبز عليها. انا بعمل في الاتنين، يعني بعمل على البوتاجاز وبعمل في الفرن. هقول لكم التسويتين اللي يخليكم يطلع معاكم العيش مظبوط. اول حاجه لازم تسخنوا الفرن كويس جدا جدا جدا، وتحطوا صينيه الفرن فيه مقلوبه، او لو عندكم حجر البيتزا بتحطوه برضو يسخن كويس جدا مش اقل من 40 دقيقه. وعندي كذلك الطاسة اللي هستخدمها على البوتاجاز برضو لازم تسخن كويس جدا وعلى درجة حرارة متوسطة مايلة للعالية، مش متوسطة قوي او مايلة للواطي، علشان العيش ما يفضلش موجود على النار فترة طويلة ويتسبب في الاخر ان هو يبقى ناشف.
بحط الرغيف بتاعي وبيبقى على درجة حرارة متوسطة زي ما قلت لكم، مايلة شوية للعالية، بسيبه لحد ما بينتفخ عندي. انا عشان الحجم الرغيف بتاعي بيبقى صغير، فمش هيبان قوي الانتفاخ بتاعه، علشان هو بيبي زي ما انتم شايفينه كده. اول ما بينتفخ وبياخد لون من تحت مناسب او متوسط، ببدأ ان انا اقلبه على الوش التاني. ده طبعا لو انتوا هتستخدموا الطاسة زي ما انتوا شايفينها كده. ونفس النظام في الفرن برضو. انا عندي حجر البيتزا، بسخنه على اعلى درجة حرارة في الفرن، وبسيبه يتسخن لحد ما يبقى يعني سخن جدا، تقريبا بسيبه ساعة قبل الخبز، علشان اضمن ان انا اول ما احط العيش عليه يتنفخ على طول كده وما ينشفش مني في الفرن. وبعد كده بحط بقى الحجر بتاعي، بحط العيش عليه يعني. وزي ما قلت لكم لو مش موجود حجر تقدروا عادي خالص تحطوا صينية الفرن اللي هي بتبقى بتاعة الفرن مقلوبة، وتحطوها تسخنوها كويس جدا. لو انتوا بقى عايزين تستخدموا شواية مع فرن، او لو انتوا عندكم الفرن بتاعكم بيشتغل شواية مع الفرن العادي، بتفتحوه عادي جدا، وده بيبقى افضل كمان في العيش. لو ما عندكوش شواية بتشتغل مع الفرن زي حالاتي، بتسيبوه من تحت بس، ولو حابين تقلبوه على الوش زي اكنكم بتستخدموا الطاسة، او لو حابين ترفعوا الصينية لفوق عند الشواية لحد ما بياخد لون حلو، ما بيقعدش كتير خالص على النار. ولو حبيتوا الجوانب بتاعته تبقى وبرضو واخدة لون، تقدروا تعملوا زي ما انا بعمل كده، بمسك العيش نفسه وبمشي من الجوانب كده على الاحراف لحد ما ياخد لون. بعد ما بيخلص بحطه في طبق كبير، كل ما بيخلص كمية بحطه في طبق كبير وبغطي عليه، بيطلع بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، عشان يفضل طري معاكي. العيش طري جدا مظبوط، وطعمه كمان حلو لان احنا حطينا له كمية ملح مظبوطة، فطالع حلو جدا. اول ما خلص مش عارفه ليه جايه على بالي الدقه المصري بتاعتنا، بس ما كانش عندي الحقيقه، فطلعت زيت زيتون وعم حطيت كمان اللي هي دقه الزعتر الشاميه، كان طعمها لذيذ جدا جدا، اكنكم بتاكلوا عيش بلدي بالظبط. كله بقى بيه طعميه، كله بيه باميه، كله بيه اي الاكلات المصريه بتاعتنا كلها اللي ما تحلاش الا بالعيش المصري بتاعنا. وكمان حطيت عملت كده سندوتش جبنه، وبرضه حطيت شوية من الزعتر كده، هو متحوج طبعا فيه السمسم بتاعه والبهارات والسماق، عودين او 3 من البقدونس، وحطيت فجل. يعني عايزة اقول لكم احلى سندوتش في الدنيا. العيش كان طعمه حلو جدا، واي حاجة هتحطوه جواه هيبقى طعمها خطير. بس بعد ما هدي بقى كده حطيته برضو في اكياس، الكمية اللي انا مش محتاجاها دلوقتي اخدت استخدام يومين مثلا، حطيتها في التلاجة تحت، والباقي حطيته في الفريزر وسبته زي ما هو كده، بطلعه على الميكرويف وبيسخن وبيبقى تحفة. اتمنى الوصفة النهاردة تكون عجبتكم وتجربوها، واشوفكم في فيديو جديد عن قريب. مع السلامة.